من أبسط وأجمل البدايل اللي أنا بحب أعملها دايما في البيت هي الدوناتس. هنعمله النهاردة بطريقة شبيهة للكرواسونات اللي بنشتريها جاهزة لولادنا. هنطلع كمية كبيرة بمكونات ومقادير اقتصادية جدا عن أي طريقة شفتوها قبل كده. ده غير إنه قد إيه هيطلع معاكم مظبوط جدا من أول مرة، والطعم أكتر من روعة لو مشيتوا معايا على الخطوات البسيطة اللي هنعملها النهاردة كلها مظبوطة. عجينتي النهاردة مختلفة شوية لأني هبتدي بالسوائل. معايا كوباية من المية الفترة، عليهم معلقة كبيرة ونص سكر، ومعلقة صغيرة مليانة خميرة فورية. هقلب الخميرة والسكر في المية، وهكون محضرة بيضة بدرجة حرارة الغرفة. هضيف البيضة بتاعتي على المكونات السايلة وهقلب تاني. حضرت المواد الجافة بتاعتي، هي كوبايتين ونص من الدقيق بنفس الكوباية اللي عايرت بيها المية. هضيف عليهم رشة بسيطة من الملح، وهقلب المكونات كلها مع بعض الجافة والسائلة إلى أن تمتزج كل المكونات مع بعض وتكون عندي العجينة اللي قدامي دي. هبتدي في الوقت ده ألمها بإيدي، بلم لم بسيط خالص، مش بعجنها، أنا بس مش عايزة يكون في أي دقيق في الطبق. أول ما الدقيق هيختفي خلاص هكون محضرة معلقة من الزبدة الطرية أو درجة حرارة الغرفة يعني تكون لينة، وهبتدي أضيفها على العجينة وأعجن بالطريقة والشكل ده. أنا هحس إن العجينة بتاعتي اتفتتت كده، ما قلقش خالص، لأن الزبدة هتبتدي تتخلل العجينة، يعني تدخل جوه العجينة ذات نفسها. مش هعجن عجينة عادي خالص، أنا هلم بالطريقة اللي أنا بشتغل بيها دي، كأني بطبق العجينة جوه بعض. باخد طرف وأقوم ضربة العجينة على الرخامة بتاعتي، وبعدين أقوم لماها جواها الطرف ده، وابتدي اخد الطرف اللي بعده واضربها ضربة، وادخل الطرف تاني جوه العجينة لحد ما العجينة تتشرب الزبدة كلها، والاقي السطح بتاعها أملس بالطريقة دي وكأنها هوا في ايدي. العجينة مش تقيلة خالص، العجينة معبية هوا حرفيا. هسيبها بقى واغطيها كويس بأي حاجة، بكيس بلاستيك أو ستريتش راب أو البولة بتاعتي زي ما أنا عملت كده، واسيبها ترتاح 10 دقايق تقريبا. ما بسيبهاش تتخمر ويتضاعف حجمها بالشكل اللي انتم متخيلينه يعني. على رشة دقيق بسيطة وخفيفة خالص هاخد العجينة بتاعتي بكل بساطة من غير ما اخرج الهواء منها، وهفردها مستطيل بالشكل ده، وابتدي اخدها واحدة رايح جاي رايح جاي كرواسونات كده. ممكن اقسم العجينة من النص واعملها كرواسونات اصغر بكتير لو انا عايزة العدد اكبر والحجم اصغر. وهاخد كل مثلث بقى ده وارله على بعضه بالشكل ده، وابتدي افرد كده بالراحة، يعني علشان العجينة ما تكونش سمكها عالي قوي. انا عايزة اكتر في الرولات والعجينة ما تكونش السمك بتاعها عالي. وكل ما بخلص واحدة بحطها على ورقة زبدة بكون مقطعاها على قد الكرواسونات اللي انا عاملاها، عشان تسهل عليا نقلها بعد التخمير في الزيت وما تلزقش في ايدي او صوابعي يتبصم فيها. اول ما بخلص القطع بتاعتي كلها خلاص وبتكون جاهزه، برصهم على بورد عندي كده او على الرخامه، وبسيبهم بقى يتخمروا لحد ما يتضاعف حجمهم، وانا مغطياهم علشان الوش ما ينشفش. على حسب درجة حرارة المكان اللي أنا سايباه الكرواسونات فيه تخمر، من 35 ل 45 دقيقة تقريبا. هتلاقوا الكرواسوناية بقت خفيفة كده ومنفوخة بالشكل ده. ابتدي اقليها. الزيت بتاعي هيكون سخن لدرجة ان انا لما احط العود الخشب يتكون حواليه بابلز كده، او لما احط حتة عجينة صغيرة تبتدي تطلع لفوق. اهدي النار للوسط، يعني اول ما بحط الدوناتية بيكون لي بابلز كده خفيفة حوالين الدونات، مش بيكون بيغلي جامد ولا بيكون هادي خالص. هلاقيها اتنفخت خالص وبدأت تديني لون من الطرف اللي تحت في الزيت. اول ما هاخد اللون الحلو ده هبتدي اقلبها على الجنب التاني وانا على نفس درجة الحرارة. تعالوا نسمع الصوت ده. الصوت اللي هي بتعمله وانا بطلعها من الزيت ده او بنطقها كده، ده بيدل على قد ايه انها خفيفة من جوه وفاضية هوا حرفيا. ده غير الفرق الابيض المظبوط ده، معناها انها كانت عايمة على وش الزيت من كتر خفيتها، وان احنا سويناها مظبوط جدا. ما بكترش الكمية في الزيت وانا بقلي، وبعدين بعد ما بخلص كل دفعة بطلعها على كولينج ريك بالشكل ده لحد ما تهدى من درجة الحرارة بتاعتها خالص. ما بلمسهاش، مش هتلاقوها ابدا شاربة زيت خالص زي وصفات دونات كتير ممكن تكونوا جربتوها. وهنا بقى هبتدي احشيها بالشوكولاتة الاقتصادية اللي عملتها معاكم قبل كده. قوامها حقيقي بيوصفها، من اجمل الشوكولاتات اللي ممكن تجربوها. هحطها في كيس حلواني بالطريقة دي، وبأي عود خشب عندي او ظهر معلقة رفيع شوية بعمل فتحات في الدونت بالشكل ده. ممكن اعمل فتحة من الجنب
او ممكن اعمل الفتحه بتاعتي من فوق في الدوناتايه ذات نفسها من فوق. بعرف منين انها اتحشت كويس؟ بلاقيها اتملت في ايديا قوي وبدات ترد لي الشوكولاته تاني بره، فكده بعرف انها اتحشت كويس جدا. خلاص نقدر نغير في الحشوات بتاعتنا زي ما نحب، ممكن ما نحشيهاش خالص ونكتفي برشه سكر بودره على الوش، بتكون خطيره. الدونات من جمالها تتاكل بدون اي اضافات ليها. بكوبايتين ونص دقيق عملنا بديل الكرواسونات الجاهزه اللي بنشتريها من بره بدون اي مواد حافظه وبايدينا وتحت عينينا. واتفرجوا على قد ايه هو مظبوط جدا وطراوته من جوه. انا كده خلصت الدونات بتاعي النهارده خلاص، متاكده من سهولته وبساطته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوا وما تنسونيش من دعوه حلوه من قلبكم لو استفدتم مني. الف هنا وعافيه على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع الف سلامه.